يعني ايه سيلينج سكيلز؟ يعني ايه مهارات البيع؟ كتير مننا بيفتكر ان البيع هو مجرد انك بتقول معلومات عن المنتج بتاعك، بس الحقيقه البيع مش كلام، البيع خطه. البيع هو art of persuasion، هو فن الاقناع. فالبيع الصح انك بتمشي بخطوات واضحه، كل خطوه بتقربك من البريسكريبشن. فحاول تربط منتجك بالاحتياج، بمعنى انك لو انت دخلت للدكتور تقول له يا دكتور لو في تريتمنت هيريليف كل السيمبتومز اللي موجوده على بيشنت حضرتك بدون اي سايد افكت بسعر يكون افوردبل بالنسبه للبيشنت حضرتك، ده هياد فاليو بالنسبه لحضرتك. انت هنا قدرت ان انت تربط منتجك باحتياج الدكتور. وحاول يا صديقي تستخدم تكنيك الفاب تكنيك. يعني ايه الفاب تكنيك؟ يعني فيتشر ادفانتج بنفيت، يعني بمعنى اصح الفيتشر دي خاصيه موجوده في الدواء بتاعك بتميزك عن كل الكومبيتورز اللي موجودين في الماركت معاك، فبالتالي هتعود ببنفيت اضافيه بفايده على البيشنت. وان شاء الله في الفيديوز اللي جايه هنتكلم عن تكنيك الفاب تكنيك بالتفصيل. الكلوز، ما تسيبش يا صديقي الدكتور من غير كول تو اكشن. وانس ان الدكتور خلاص حس ان فعلا التريتمنت بتاعك هو الحل الامثل للبيشنت بتوعه، لازم تاخد كوميتمنت، تاخد منه كلمه ان هو هيستارت فعلا انه يجرب التريتمنت بتاعك على جروب من البيشنت، ونبدا نشوف فعلا الريزلتس. فالبيع يا صديقي هو مش انك تقول معلومات بس على الفاضي، البيع الصح انك تخلي الدكتور يقتنع ان منتجك هو الحل الامثل للبيشنت بتوعه. فده يا صديقي ببساطه جدا السيلينج سكيلز. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن سكيلز مهمه جدا في غايه الاهميه، وهي التايم مانجمنت سكيلز. فلو عايز تعرف يعني ايه تايم مانجمنت سكيلز بمنتهى البساطه استناني الفيديو اللي جاي.